وده شكل بقى طبق الفتة في الاخر، شوية شوربة الكوارع بقى، وده شكل الطاجن. حاجة كده تستاهل بقكم. جربي طريقتي وان شاء الله هتعجبك. حطيت معلقة زبدة على زيت، معلقة ثوم حلوة كده كبيرة، انزل عليها فلفلاية حمراء او خضراء على حسب ما انت بتحبي، بس انا بحس ان الفلفل الاحمر في الاكل بيسكره احسن من الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر ليه اكلات معينه. هتشرب الطومه بمعلقه خل، انزل عليهم بالطماطم، معلقه فلفل اسود، حبه حلوين كده، كمون، بابريكا، شويه كزبره، شويه سكر، والملح، وهسيبها بقى تتسبك. هرجع لك تاني. هنا خلاص بقى التسبيكه بتاعتي بقت حلوه، بقت زي الفل اهي. هنزل فيها بالكوارع بتاعتي. احطهم بقى مع بعض كده على البوتاجاز غلوتين 3، وبعد كده ادخلهم في الطاجن في الفرن. عايزه تكتفي بكده خلاص، هي كده حلوه. تسيبيها تغلي مع بعضها شويه، وبعد كده ايه خلاص تغرفيها بقى. انا بقى بحب ادخلها الفرن، بحسها بتبقى احلى. بس يلا بقى نعمل شويه رز ابيض بالزبده كده للفته بقى، حاجه كده زي ما قال الكتاب يعني. اهو الرز شوحته شويه حلوين كده، خليه ايه يتشرب من الزبده كده، عشان يبقى واخد كله من طعم الزبده، ما يبقاش ايه حبه متشوح، لحد ما الحبايه كده تتغلف بالزبده كده وتشم انت الريحه بقى. هحط رشه فلفل اسود صغيره قوي، وممكن تستغني عنها وتكتفي بالملح وبس. بالملح اهو، نازله عليها بالماء المغليه. سيب الرز بقى يستوي، والماء تحطيها فوق الرز بعقله صباع. تعالي بقى ما اوريك التركيه اللي انا بعملها في طبق الفته، بتخليه طعمه حلو قوي وبتنقل الطعم في حته ثانيه. انا محمصه العيش على البوتاجاز تحت الشوايه عادي خالص ماشي، وبروح حاطه معلقه زبده. اول ما تسيح بروح نازله بالفص الثوم، واروح نازله بالعيش، ياخدوا تشويحه صغيره قوي مع بعض. اصبري احط العيش، ياخدوا تشويحه صغيره مع بعض،
وبعد كده اروح حاطه بقى عليه ايه الشوربه، مسقسقه بالشوربه واروح حاطه وبس كده. خلاص بقى عندي طبق الفته جاهز وكل حاجه جاهزه. وده شكل بقى طبق الفته في الاخر بشويه شوربه الكوارع بقى، وده شكل الطاجن. حاجه كده تستاهل بقكم. جربي طريقتي وان شاء الله هتعجبك.